السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة اينما كنتوا؟ المرة دي احنا هنكمل على الفيديو اللي فات. وللتذكرة الفيديو اللي فات كان بيتكلم على الداتا مودلز وال different query languages. اوريدي اتكلمنا في الداتا مودلز عن السيكوال والنو سيكوال، الانترنال structure بتاعهم، واتكلمنا على مزايا السيكوال واتكلمنا على مزايا النو سيكوال، وتاريخ تطور الداتابيز منذ الستينات حتى بداية 2010. وبداية ال 2010 كان هو بداية النو سيكوال. دي كانت حاجة انترستنج ودخلنا فيها في التفاصيل. واوريدي ابتدينا على استحياء كده نintroduce ال different paradigms of query languages. واتكلمنا ان سيكوال هو declarative query language، وفي حاجات تانية بتبقى imperative. و لمسنا كده الفرق ما بين ال declarative وال imperative languages. تمام. المرة دي هنكمل على ده، ممكن نعيد شوية حاجات من الفيديو اللي فات، وبعدين هنكمل في جزئية ال non relational models. وهنتكلم على الجراف داتابيز. خلينا نشوف كده ايه الاوبجكتيفز مثلا بتاعت النهارده، كده يحطها على الشاشة. نهار ابيض، استخدم انا برنامج جميل والله. ادي الاوبجكتيفز، حضرتك ممكن ايه تعمل بوز الفيديو تقراه قبل ما انا مؤاخذة. اول حاجة هنتكلم declarative and imperative query languages, what are the positives and negatives، وال use cases which certain database thrive. دي نتكلم بقى انهي مواقف تليق على كل database model. وفي أسئلة هنبقى حابين نجاوبها، من أهمها what is a database index, which database leads to a simpler code, what graph database excels in and why. ممكن already على الأقل في سؤال من دول already احنا جاوبناه، بس يعني في الإعادة إفادة يعني. كلام جميل جدا. خلينا نبدأ بسؤال، تمام، قبل ما نخش في الجزئية العظيمة دي. السؤال هو what is a database index؟ تمام. وهل الاندكس ده بيبقى موجود فقط في ال relational model، ولا فقط في ال non relational model، ولا هو عبارة عن ايه اساسا؟ كلام جميل جدا. عشان نجاوب هذا السؤال لازم ايه؟ لازم شفطة من شاي احمد. تمام. قبل ما نجاوب على السؤال ده خلينا نقول كده مثلا هو يعني ايه اساسا برايمري كي. واحد كده ايه بكل هدوء ورزانة في الجو العظيم ده يقول لي ما هو البرايمري كي. واحد هيقول لي ان البرايمري كي ما هو الا unique value across a context in which something is recognized. ايه ده؟ ايه التعريف المجرد ده؟ تمام. اسامينا هي يعتبر ان ما كانتش برايمري كي فهي كومبوزيت كي، اللي هي برايمري كي بس معقد. اسامينا، رقم البطاقة بتاعنا ده برايمري كي. الاسم بلس تاريخ الميلاد ده برايمري كي. فالبرايمري كي ما هو الا يونيك structure نتعرف من عليه على الشيء. طب هو بيستخدموه ايه البرايمري كي ده اساسا في الداتابيز؟ او بيستخدموه ازاي؟ يعني ازاي؟ يعني تخيل احنا عندنا دلوقتي اسامينا زائد تاريخ ميلادنا. ليه زائد تاريخ ميلادنا؟ علشان اسامينا بس ممكن ما تكفيش ان هي تعرفنا. ممكن جدا حد تاني نفس اسمنا بالظبط. تمام. آه، فده مش كافي. فتاريخ تاريخ الميلاد زائد الاسم ده بيخلي الموضوع اصعب قوي ان هو يتكرر. يعني تخيل اسمك الرباعي ولا الخماسي زائد تاريخ ميلادك في حد زيه بالظبط، حاجه فاهم، حاجه نادره الحدوث تماما يعني، فاهم؟ تكاد تقرب من ان انت ايه، يبقى في شخصين ليهم نفس البصمه يعني. طيب
طب هم بيستخدموها ازاي جوه بقى في الداتابيز؟ يعني حلو جدا البرايمري كي ده بيستخدموه ان هم يتعرفوا بيه على الرو، على الصف. بيستخدموه ازاي بقى جوه تحت؟ الموضوع ما فيهوش يعني، في نقطة برضو ايه يعني ممكن نقولها قبل ما نجاوب على السؤال ده، عشان بس نرسخ في دماغنا ايه اعتقاد ان مفيش سحر. يعني العملية ما فيهاش سحر، وكل سؤال وليه جواب منطقي، جواب بديهي. اللي بيخلي العملية شكلها معقد ان العملية سريعة جدا. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان المعالج السي بي يو، معظم المعالجين دلوقتي اقل واجب خالص تلاقيه مثلا فاهم يقول لك 2.7 جيجا هرتز، فاهم 3 جيجا هرتز. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو بيعمل 3 مليار عملية حسابية في الثانية. تمام، ده المعالج. وفي نفس الوقت انت عندك الهارد ديسك. الهارد ديسك اللي بتحط عليه داتا بقى، اللي هي ايه، بتقعد حتى بعد ما تطفي الكمبيوتر. بيسموها يعني persistent data، عكس الفولاتايل داتا اللي هي بتبقى بتعيش مدة قصيرة يعني. عندك برضو الهارد ديسك، برضو سريع جدا الهارد ديسك. يعني اسمه برضو جميل، ديسك، هو ديسك. فهم شوية ديسكات دواير فوق بعض، دواير 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 فوق بعض، وفي هيد. عارفين اسمها ايه المزيكا زمان؟ كانت كانوا يجيب لك اسطوانة كبيرة كده ويروح حاططها في اللي هو في البتاعة دي، والبتاعة دي يكون في ايه، يكون فيها دبوس كده. وهو الدبوس ده الاسطوانة بتلف، والدبوس بيقرا الداتا وبيطلعها كصوت. هي نفس الفكرة بالظبط. شوية ديسكات، بس طبعا بقى طرق معقدة. بس برضو في هيد سبينر زي دبوس، بس بيتحرك طبعا دايناميك، يقدر يتحرك ويروح ويجي ومش عارف ايه والكلام ده كله. وهذا الرجل هو اللي بي بي بيطبع الداتا، يعني بيكتب او بيقراها. هو بيطبع ازاي؟ بيطبع ان هو بيغير الاورينتيشن بتاع بارتيكلز. تمام، هنا قصة كده ايه تحت خالص، بس ملخصها يعني ان هو بيسيف الداتا. ان انت عندك مثلا اكن ايه، اكن تشارج بوزيتيف ونيجاتيف، اكنك عندك بطاريه جوه، بس في منها بقى ملايين الملايين. كل بطاريه بتريبريزنت مثلا 0 او 1 بت، يا اما 0 يا اما 1. لو البطاريه بتبص للبوزيتيف فهي كده 1، لو بتبص للنيجاتيف الناحيه التانيه فهي كده 0. وشغلانه الهيدر الدبوس ده ان هو يقعد بس يغير في الاورينتيشن، يغير في الاتجاه بتاعه. فهو كده بيسيف داتا. تمام، كلام جميل جدا. فالموضوع ايه؟ الموضوع ما فيهوش سحر خالص. مش معنى ان احنا دلوقتي عندنا برايمري كي الموضوع يونيك معنى كده ان الموضوع بقى خلاص بقى انتويتيف جدا. خلاص هو دلوقتي عنده يونيك، فسهل جدا لما اقول له مثلا هات لي الصف اللي بيوافق اسمه بلس تاريخ ميلاده اللي هو البرايمري كي. سهل جدا بقى ان الداتابيز ايه تلاقيها، هتخش مره واحده لا، ما بقى صعب جدا، ما هتلاقيها ازاي؟ يعني هي لازم علشان تلاقيها لازم تعرف مكانها فين بالظبط في الاسطوانة اللي من ضمن الاسطوانات اللي على الهارد ديسك. لازم تبقى عارفة ده بشكل او باخر، بشكل او باخر مسبقا، قبل ما تروح للدبوس وتقول له يا دبوس روح للاسطوانة رقم 4، خش مثلا ايه 10 سنتي في الاسطوانة مثلا قدام، وابتدي اقرا. لازم تبقى عارف مكان بالظبط، او في الحتة، او يعني في الفهم اللي هو ايه، بالتشبيه كده تبقى عارف هي فين. فهم بيعملوا كده ازاي؟ بيعملوا كده عن استراتيجية بتستخدم في البرايمري كي وفي نفس الوقت في الاندكسنج. الاتنين واحد. البرايمري كي ما هو الا اندكس. ازاي؟ بيعمل لك نوع من انواع السورتنج الجوريثم. سورتنج يعني ترتيب بقى، وليه طبعا داتا ستراكشرز مختلفة جدا. اشهرهم طبعا التري، الشجرة. وكلنا عارفين ان الشجرة، لو انت عندك شجرة، فانت الشجرة دي في نود، في كورة فوق، وهذا النود بيتفرع منها اطفالها بقى. يعني يقول لك مثلا النود مثلا اللي هي ايه الارقام، لو اكبر من 5 خش يمين على الشجرة،
لو اقل من 5 خش شمال. فانت لو دخلت شمال فانت عارف ان انت كده في حتة اللي هي اقل من 5. وبعدين في كل بقى رقم من دول هتلاقي 1 2 3 4. تمام. يقول لك لو انت مثلا او مثلا 1 4 بس، 1 4 بس. يقول لك لو انت اقل من 4 خش شمال، فاهم؟ لو انت مش يعني. الفكرة ان هو بيمسك البرايمري كي، ولازم يبقى في حاجة انتجر تتيح ان هو يعمل عملية من عمليات السورتنج، او سترينج. بس دي طبعا ايه معقدة اكتر شوية. بس الفكرة ان هو لازم يعمل سورتنج في تري ستراكشر. ليه تري؟ ميزة التري ان الاكسس بتاعها في الورست كيس سيناريو بيبقى لوج بيس 2 ان. ايه ده يعني ايه؟ يعني لو انت عندك اللي هي شجرة اللي هي ايه رقم 10 دي، وبعدين اكبر من 5 هنا، اقل من 5 هنا. لو انت عايز تجيب اي رقم، اي رقم، هتفضل في كل مرة، يعني في كل مرة بتروح من النود لابنها، كل مرة انت بتقسم النتائج المحتملة على 2. يعني على سبيل المثال تعالى ناخد ايه مثلا، تعالى ناخد فزورة كده اللي هي بتتحرر بتري مثلا. لو قلت لك مثلا انا هختار رقم دلوقتي من 1 ل 10، خلاص انا اخترته في دماغي، وانت إيه اسألني أسئلة، يعني افضل اسألني أسئلة لغاية ما تعرف الرقم ده ايه. تمام. فانت طبيعي جدا هتلاقي نفسك بتقول لي ايه، هو الرقم اكبر من 5 ولا اقل من 5؟ فاهم؟ طب انت ليه عملت كده؟ يعني ليه 5؟ ليه مش 7 مثلا؟ يعني فاهم؟ ما انا قلت 5 علشان ايه؟ ده السؤال الوحيد اللي هيقسم لي الدنيا كلها بالنص. لو انا سألتك اي سؤال تاني مش هيقسمها بالنص، مش هتبقى عادلة. ممكن واحد مثلا يقول لي هو مثلا اكبر من 9 ولا اقل؟ فاهم؟ ده واحد بيجام بيبت يعني، فاهم؟ بيراهن. فاقول له لا اقل من 9، فهو كده خرج رقم بس بره اللعبه، ولسه في 9 ارقام ايه محتاج. فهتسالني تقول لي هو اكبر ولا اقل من 5؟ اقول لك اقل من 5. حلو جدا. اكبر ولا اقل من 3؟ فاهم؟ وهقول لك مثلا اقل من 3. طب اكبر ولا اقل من 2؟ خلاص فاهم؟ انت في خلال 3 اسئله عرفت تجيب الرقم على طول. تمام. فهي دي فكره التري ستراكشر، وهي دي فكره البرايمري كي والاندكس. هو بيروح عامل سورت مثلا، او يعني ايا كان الالجوريزم، خلينا نتكلم في اللي هي بتاعت الشجره دي. هيجيب الارقام كلها ويحطها في اللي هي في الشجره دي. وانت بقى لما تبقى عايز اي دي تبعت له اي دي، تقول له مثلا ايه دور لي على الصف اللي بيوازي اسمي بلس تاريخ ميلادي. هو خلاص حطها في الشجره، فيروح رايح على الشجره ويبتدي يمشي فيها. هو الرقم اللي هو بعته لي ده اكبر مثلا من 1992 ولا اقل من 92؟ يروح نازل. وبعدين مش عارف اكبر من كده، يروح نازل، مش عارف ايه نازل. تك تك تك، خلاص لقى الصف. الصف نفسه موجود في هذه الشجره، الاجابه موجوده في الشجره. فهو ده الاندكس، وهو ده البرايمري كي. طيب، هم ليه بقى عايزين اندكس؟ طب ما البرايمري كي كافي. حلو جدا. انت في احيانا كتيره بتبقى عايز، او سوري خليني اقولها بطريقه تانية. فاحيانا كتيره الريكوستس اليوزر بيبقى باعت ريكوستس مختصه عمود معين في الداتا، كولوم معين. يعني الداتا مثلا فيها اللي هو البرايمري كي، وفيها مثلا إن اسمه وعمره واسماء ولاده وشغلانته وهواياته وقصص كبيره جدا جدا جدا. دايما الريكوست بيجي بيبقى عايز يعرف الراجل ده متجوز ولا مش متجوز، فاهم؟ دايما هو كده، فاهم؟ سنجل ولا مش سنجل. فانت كل مره هتروح بقى سنجل ولا مش سنجل، تروح ما انت لسه معكش الاي دي بتاعه، فاهم؟ تقعد بقى مش عارف تعمل بقى كويري وعمليات معقده. طب ما نعمل اندكس على هو متجوز ولا مش متجوز، زائد شويه حاجات تانية، بحيث ان انا اسرع من العمليه الحسابيه. اخلي اللي هو متجوز ولا مش متجوز دي، هو طبعا ده اكزامبل تافه قوي يعني، مش حقيقي خالص اصلا. بس على سبيل المثال اخليها ايه تتحط في شجره، فاهم؟ ومن خلال هذه الشجره اعرف اجيب الصف الرو برضو اسرع. فاكنه يعني بيوازي البرايمري كي هنا، اكنك عندك برايمري كي تاني يعني. طب ده كلام جميل. سؤال الحلقه بقى، هو الاندكس ده موجود في الريليشنال
ولا النون ريليشنال ولا في الاتنين؟ الحقيقة ان هو موجود بشكل out of the box native support. الانجن نفسه بيدعمها، والانجن هنا اللي هو يعتبر ايه؟ الكويري اوبتمايزر، الراجل اللي هو بياخد منك الكويري. هو مدعوم بشكل اوت اوف ذا بوكس في الديزاين بتاع الريليشنال موديل، تمام، اللي هو سيكوال. طب والنون ريليشنال لا، ما بيدعموش، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اندكسنج، مفيش حاجه اسمها كده، تمام. ما عندكش انت كونسبتس اللي هو الفورين كي، برايمري كي، مش عارف ايه. في حاجات شبهها بس ما بتشتغلش بنفس الشغلانه خالص. حلو جدا. طيب امال بتعمل ايه؟ يعني يعني انت قلت ما عندكش برايمري كي والكلام ده كله، امال بتعمل ايه؟ بتعمل مثلا، بتدور على الداتا ازاي في النون ريليشنال؟ انت بتدور عليها على حسب نوع النون ريليشنال داتابيس بتاعتك. في انواع بتتيح لك ان انت تدور على الداتا من خلال التدوير عليها في الدوكيومنت. واحنا قلنا الدوكيومنت ممكن يبقى مثلا جيسون، ممكن يبقى اكس بي ال، ممكن يبقى مش عارف بيسون لو في مونجو داتابيز، اكنه جيسون، خلينا نفترض ان هو جيسون. فانت لو عايز تجيب داتا من مونجو دي بي دوكيومنت موديل، هتجيبها من غير اي دي ومن غير الكلام ده كله. هتقول له انا عايز الداتا اللي هي النيم بيساوي كذا والعمر كذا ومش عارف ايه، يعني فاهم؟ اكنك بتفلتر بالظبط. مش محتاج اي دي في القصه دي. طيب هل ده معناه ان كل الفيلدز بتاعت اللي هي الدوكيمنت موديل ده تعتبر اي ديز؟ اه طبعا تعتبر اي ديز. طب سؤال بقى برضو هنا جميل جدا. طب انت قلت لي ان في الريليشنال موديل الدنيا جميله او مش جميله، الاكسس سريع، علشان انت عندك اللي هو حوار الشجره ده. عندك الشجره ومش عارف ايه، وبيقعد بقى يمين شمال مش عارف ايه، ويروح جايب لك بقى ايه الصف. طب انت في الدوكيمنت موديل عندك الكلام، خلينا نفتكر حاجه، ان انت في الدوكيمنت موديل انت ما عندكش اساسا فكره الروز والكولومز. ان انت عندك روز وكولومز دي مش موجوده، الفكره دي مش موجوده. امال ايه في الدوكيمنت موديل؟ احنا لسه هنيجي ايه لموديلز مختلفه، بس في الدوكيمنت موديل امال ايه اللي موجود اساسا؟ اللي موجود هو يعتبر فايلات. احنا دلوقتي بنحاول نسميها ان هي جيسون. جيسون داتا ستراكشر، جيسون، فاهم؟ ممكن يبقى اتش تي ام ال، ممكن يبقى حاجات كتير جدا يعني، تمام. واللي بيحصل ان هو لما بيحصل ماتش، هو انت بتبعت له الكويري، وبعدين هو ايه؟ عنده طبعا سورت اوف هاش ماب، تمام. هاش ماب دي اللي هي يعتبر ديكشنري، اللي هي كي فاليو بير. فهو ياخد منك الكيز اللي انت عايزها ويروح مدور ومش عارف ايه، ويروح جايب لك الحاجات. انت هنا عندك يعتبر sort of indexing، بس مش بالطريقه التقليديه بتاعت الريليشنال، تمام. حلو جدا. هو اكنه بيحتفظ بيها في فايل كي فاليو بير، الكي والفاليو. والفاليو هي بتبقى مكانها في الميموري، تمام. تمام. طيب في لقطه برضو قلناها المره اللي فاتت، ايه نحب نعيدها، الا وهي عمليات الجوين. بيحصل ازاي الجوين في الريليشنال؟ وعارفينه هو كده كده الداتابيز اوت اوف ذا بوكس هي بتعمل الجوين، وبتعمله عن طريق ان هي ايه؟ بتوصل مثلا ايه فورين كي بالتيبل، تمام.
واللي بيتولى العمليه دي هو مثلا كويري اوبتمايزر ايه والشباب اللي بعده. تمام. كلام جميل جدا. طب في النون ريليشنال، هل في الموضوع ده؟ يعني هل ينفع انت عندك دوكيومنت جيسون وجيسون موجود في حته تانية، ينفع تدمجهم ببعض؟ اه ينفع، بس هتعملها في الكود مش في الداتابيس. الداتابيس برضو ما بتدعمش هذه الخاصيه. تمام. فانت هتيجي في الكود تجيب اول دوكيومنت وتبص تلاقي فيه ايه، في اي دي. فانت يبقى عندك برضو يعني انترميديت كده داتا ستراكشر او جدول كده على جنب بيقول لك ان انت ايه، ان الفيلد ده اللي هو مثلا ريجن اي دي، ده احنا في الكود ده هنتعامل معاه ان هو فورين كي، ان احنا لازم نروح رايحين تاني للداتابيز وناخد الرقم ده ونقول لها هاتي لي بقى الدوكيمنت اللي هو ايه بيساوي الرقم ده، او كل الدوكيومنتس يعني اللي بيساوي الرقم ده، وتبتدي تعمل عمليه من عمليات الجوين بقى، تدمجهم بقى في بعض في الكود. تمام. حلو جدا. كده احنا ايه، راجعنا على سؤالين من المره اللي فاتت، ونبتدي نخش بقى في الكويري languages for data. بيقول لك، ودي برضو حاجة احنا قلناها المرة اللي فاتت بس المرة دي ايه ممكن ايه يعني نقولها بتفصيل شوية، ان الكويري languages بتنقسم لاتنين imperative و declarative، وعامة يعني ده يعتبر كل اللانجوج اللي في العالم. انت ممكن تقسمها من كذا، يعني في كذا كاتيجوري، بس من ضمن الكاتيجوريز دي هل هي imperative ولا declarative. في كاتيجوري تاني هل يقول لك مثلا اللي هي object oriented ولا functional. تمام. واحد تالت يقول لك هل هي مثلا interpreted language ولا compiled language. تمام. في كاتيجوريز كتير، بس احنا دلوقتي بنركز في الكاتيجوري اللي هو ايه، هل هي declarative ولا imperative. حلو الكلام، حلو الكلام. SQL declarative، بيعلن، بيستخدم API in a declarative language like SQL or relational algebra. You just specify the pattern of the data you want. بتحدد النمط اللي انت عايزه. انت يعني فاهم، زي ما في سيكوال بتقول له مثلا select all from table كذا where name equal محمد. فاهم انت هنا ايه، اديته الباترن اوف ذا داتا يو وانت. وعلى طول دي كده ايه يعني نصيحة لله والوطن، على طول في عالم السوفت وير لما تشوف كلمة باترن زود عليها انت من عندك كلمة ماتشنج، باترن ماتشنج. تمام. واول ما تشوف كلمة باترن ماتشنج زود عليها برضو من عندك regular expressions. حلو. علشان ده يعني اللي هو اندر ذا هود، تحت الكبوت ده اللي بيحصل. انت بتديله باترن، فهو عنده اوريدي regular expressions، عنده قواعد رولز، من ضمن الرول دي واحدة بتماتش الستيتمنت اللي انت كاتبها. تمام. فالمهم you just specify the pattern of the data you want, what conditions the results must meet, and how you want the data to be transformed. كل ده في الكويري تقول له اعمل لي sort، اعمل لي group، اعمل لي join، but not how to achieve that goal. انت ما بتقولوش ازاي، ما بتقولوش ازاي، بتقول له ايه، بتقول له انت عايز ايه. زي ما تروح مثلا لمحل فاهم وتقول له ايه، السلام عليكم، بقول لك يا باشا انا الموبايل ده ايه عندي بايظ الحقيقه، وبدوس على زرار الهوم مش عارف بيفتح يوتيوب، وبحاول اقفل الموبايل بيفتح الفيديو ده. فاهم. فبعد اذنك صلحه. خلاص انت قلت له انت عايز ايه، هو بقى هياخده هيعمل بيه ايه، دي مش قصتك خالص. فانت هنا بتديكلير ديكلاراتيف لانجوج، استخدمت ديكلاراتيف لانجوج. لكن تخيل بقى لو انت في الموقف ده انت الراجل اللي خد الديكلاريشن ده، يعني انت البياع، فالزبون جه قال لك هو عايز ايه، فانت هتاخد بقى، هتروح رايح مثلا بالموبايل ده. تخيل انت عندك واد انترن، واد جاي هنا ايه فاهم الورشه يقعد مثلا 3 6 شهور بتاع، ولسه ما عندوش فكره قوي يعني فاهم. فانت هتاخد الموبايل ده وترشده بقى هو يعمل ايه بالظبط. هتقول له بص بقى يا باشا، هو زرار الهوم عنده بايظ، فانت هتروح فاتح الموبايل، هتبص تحت هتلاقي ايه، هتلاقي مثلا بورده المذر بورد. فاهم. اوعى تلمسها. هتلاقي زرار تحت وزرار هتشيله، هتروح مغير كذا، تروح جايب سلكة كذا، تقول له إرشادات هاو إزاي يعملها. تمام. بس فهو ده يعني الفرق ما بين مثلا الديكلاراتيف والإمبيراتيف لانجوج. فبيقول لك من مزايا بقى الديكلاراتيف لانجوج
ان هي ممكن تعمل اوبتمايزيشن للالجوريزم اللي بيصلح بقى الموبايل هنا، او اللي بيدور بقى على الرو في الداتابيس، او اللي بيعمل جوين. تقعد بقى تعمل اوبتمايزيشن في الالجوريزم دي براحتها، وهي في نفس ذات الوقت بتعرض لليوزر نفس الانترفيس. يعني بتخلي اليوزر يديكلير نواياه بنفس اللغة، بنفس اللغة، مش هيغير ألفاظه. كلمة select or from animals or family equal sharks هتفضل تتكتب زي ما هي، مثلا الله أعلم ليوم الدين. بس كل يوم احنا ممكن نغير الالجوريزم بقى اللي شغال ورا الانترفيس ده. select interface from ده برضو كلمة تعتبر انترفيس. يعني في الجوريزم وراها هو اللي بيشتغل. عشان في الاول وفي الاخر لازم ما ننساش ان الكمبيوتر ما هو الا imperative ماشين. يعني انت لازم تقول له بالظبط تعمل ايه. يعني ما ينفعش ما ينفعش تقول للكمبيوتر انا عايز كذا وهو بقى يتصرف، مفيش حاجه اسمها كده. فاهم؟ حتى في الاي اي، يعني الاي اي اللي هو ان انت بتخش على تشات جي بي تي مثلا دلوقتي وتكتب بقى، فاهم، اللي هو كلامنا انت عايز ايه، وهو سحر الصحراء بيعملها. بس هو برضو تحت في الكبوت خالص لما تفتح هتلاقي برضو امبيراتيف. يعني هو في باترنز بيعمل لها ماتشنج، وفي رولز بيعمل لها ماتشنج، وبيبتدي يحط weights على different variables في النيورال نتورك لغاية ما يكونفيرش لنتيجة. بس في الأول وفي الآخر ما هي إلا imperative structure مهما زاد تعقيده. السحر هنا إن أنت تقعد تبني في التعقيدات فوق بعض، دي اللي بيسموها الابستراكشنز. تبني في التعقيدات فوق بعض لغاية ما في الآخر خالص تدي المستخدم، أيا كان المستخدم ده مين، ممكن يبقى ديفيلوبر في تشات جي بي تي العالم كله، لغاية ما تقدم للمستخدم انترفيس نيتف سهل التعامل معاه. كل لغات البرمجة وكل الكلام ده، كل ده ما هو برضو إلا إيه، انترفيس مهما زاد تعقيده. ماشي. فانت هنا ده الديكلاراتيف، وبيبتدي يقول لك بقى مزايا الديكلاراتيف على الامبيراتيف. تمام. For example, in the imperative code shown at the beginning of this section, the list of animals appear in particular order. If the database wants to reclaim unused disk space behind the scenes, it might need to move records around, changing the order in which the animals appear. Can the database do that safely without breaking queries? The SQL example اللي هو الexample ده The SQL example doesn't guarantee any particular ordering, and so it doesn't mind if the order changes. But if the query is written as imperative code, the database can never be sure whether the code is relying on the ordering or not. The fact that SQL is more limited in functionality gives the database much more room for automatic optimization. وهنا بيلمس حتة أنا مش موافقه فيها صراحة يعني. عشان هو بيقول لك إن لازم هنا، يعني لازم اللغة اللي هنكلم بيها الريليشنال داتابيز لازم تبقى ديكلاراتيف. فهو بيقول لك حلو جدا ان سيكوال دي ديكلاراتيف، عشان لو كانت امبيراتيف ده كان ايه، يعني هيحجم الكويري اوبتمايزر ان هو يظبط الالجوريزمات بقى تحت بتاعت السيلكت ستيتمنت والكلام ده كله. فهنا ده مش، يعني هو يعني يعني هو يعني تمام ماشي لو كان اللغه اللي احنا بنتكلم بيها الداتابيز هي لغه امبيراتيف من الطراز الرفيع. ويعني ايه بقى هو هنا امبيراتيف يعني، ودي حاجه يعني اللي هو بيتكلم فيه ده خيالي، يعني مستحيل، مفيش حاجه اسمها كده. بس هو قصده ايه هنا، لو كان اللغه imperative pure imperative language ما كانش هيبقى اساسا في كويري اوبتمايزر اساسا. يعني ما كانش اساسا، يعني كنت هتكتب بقى انت بالظبط للداتابيز ازاي اساسا تعمل جوين بالظبط. يبقى عندك فانكشن كده انت اللي هتكتبها هي اللي بتعمل جوين. فاهم؟ بالظبط فاهم. فمفيش حاجه اسمها كده. بس في، ودي الحته بقى اللي انا ايه مش موافق فيها، بس في لغات كثيره جدا امبيراتيف زي جافا. لغه امبيراتيف انت بتكتب فيها بالظبط انت عايز ايه، تقدر تستخدمها بكل سهوله ان انت تكلم بيها الداتابيز. ازاي؟ عن طريق برضو انترفيسز.
عن طريق انترفيسز. يعني هيبقى في مثلا لايبرري اللي هي مثلا سيكوال لايبرري، وفيها بقى فانكشنز، فانكشن اسمها select وفانكشن اسمها insert وفانكشن اسمها join فانكشن، وهو بقى behind the scene برضو بيعمل الاوبتمايزيشنز بتاعته. بس الكيس او الارجيومنت اللي هو بيعملها هنا ان هو بيفترض ان هو لما يقول كلمة imperative language ان دي ليها يعني يعتبر معنى واحد، اللي هو الاكستريم، اللي هو ان انت اكنك اللي بتكتب الانجن اللي بيتعامل بقى مع الهاردوير، يعني فاهم. ف بس قشطة يعني. Finally declarative language often lend themselves to parallel execution. طبعا parallel execution اللي هو ايه مالتي كور، في مالتي كور سيستم. لو انت عندك كمبيوتر فيه كذا سي بي يو، فانت تقدر تعمل بارلل اكسكيوشن للكويري بتاعك. ليه؟ علشان الكويري اوبتمايزر اللي هو اللي انت بتكلمه عن طريق الانترفيس، اللي هو الراجل البياع اللي هيصلح لك الموبايل، هذا الرجل يعرف يقرر بقى، الكويري اوبتمايزر يعرف يقرر لو هو عنده مالتي كور ان هو بقى ايه حلو قوي. هو الراجل عايز يصلح لي الموبايل، حلو قوي، انا هجيب بقى حموكشه هيصلح الزرار، وسيد عبد الحفيظ هيشتغل على البورده، وعبد الحميد علي فاهم هيشتغل على الكاميرا، فالثلاثه يشتغلوا في نفس الوقت. هو الراجل الزبون ملوش فيه بقى، يعني هو ما قاليش بالظبط اعملها ازاي، وهو ملوش فيه انا اعملها ازاي، فاهم. فطبعا بيبقى ايه الموضوع ده حلو جدا للبارallel execution. Today CPUs are getting faster by adding more cores. ودخل بقى ايه في التفصيله دي. تمام. هنا بقى يعني الحته دي مش هنقعد فيها كتير. declarative queries on the web هنا بقى بيثبت يعني ايه الكلام اللي احنا قلناه ده، اللي هو قد ايه declarative language دي حاجه عظيمه جدا، وبيدي امثله آه، فيها استخدام الامبيراتيف لانجوج وحش مضر، يعني مضر بالصحه للديفلوبر عشان يكتب كود معقد، ومضر لل reliability، الكونسبت اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، ان الامبيراتيف لانجوج في الحته دي مش هيخلي الريزلتس بتاعتك reliable لونج تيرم، مره تشتغل ومره مش هتشتغل. فهو هنا بيدي الاكزامبل بتاع اللي هو ايه سي اس اس. تمام. سي اس اس كلاس اسمه سيلكتد، حاطه في اتش تي ام ال، والكلاس ده فاهم اهو، هو ده فاهم سي اس اس. بيقول لك هنا بقى طبعا الالجوريزم بقى بتاع سي اس اس، لو انت عندك تاج اسمه ال اي وابنه سيلكتد ويكون يعني نستد في بي تاج، يعني البيرنت بتاع بي تاج، زي هنا احنا عندنا بي تاج اهو، وهو البيرنت بتاعه ال اي، فانت ال اي سيلكتد بيرنت بتاع بي، خلي الباك جراوند بلو فقط في هذه الحاله، فقط في هذه الحاله. تمام. يعني لو سيلكتد ده اتحط في اي حته تانية ما ينفعش يدي الباك جراوند بلو. فهنا ده ديكلاراتيف جدا، ديكلاراتيف ستايل، فاهم انت قلت انت عايز ايه وحطيتها وقمت رازعها فاهم في ال HTML، وهو بقى يعيش حياته. فبيقول لك ده عظيم جدا، ده هيظبط لك الدنيا خالص. وبيديك مثل تاني نفس الفكره بالظبط، وبعدين بيقول لك بقى تخيل ايماجن الحياه تبقى عامله ازاي لو انت استخدمت الامبيراتيف ابروتش في جافا سكريبت. انت هتحتاج تستخدم الاي بي اي بتاعت الدوم اللي هو الدوكيومنت اوبجكت موديل، علشان تتويك بقى في البيهيفير اللي انت عايزه. ما البيهيفير اللي انت عايزه ايه؟ لو انت عندك صفحه مش عارف ايه البيرنت بتاع، يعني عندك تفصيله كده كونديشن معين، عايز فقط لو اتحقق تخلي الباك جراوند بلو بس. فقال لك ده الكود الامبيراتيف. بص جميل ازاي، فاهم. هتعمل فاريبل وتروح تقول له بقى هات لي بقى كل الاليمنتس بتاج نيم ال اي، وتروح عامل لوب بقى على ال اي تشوف هي عندها كلاس نيم اسمه سيلكتد ولا لا، وفي نفس الوقت عندها تشايلد ابنها واحد من ولادها بي تاج، وفقط في هذه الحالة تشايلد اتريبيوت خلي الباك جراوند زرقاء، فاهم. فبيقول لك انت هنا هتغير الدوم نفسه، فلو رحت لصفحة تانية رحت لصفحة تانية ممكن الجزء ده من الكود يكون مش هيتغير في الصفحة التانية، فتفضل برضو الباك جراوند زرقاء مع انك في صفحة
المفروض ما تبقاش زرقاء. بس فهو اول حاجه بيقول لك الكود از اوفل. يعني اول حاجه هو رخم جدا على الديفيلوبر وطويل وحاجه تقرف مقارنه بالسي اس اس والكلام ده. وتاني حاجه لو انت شلت اساسا الكلاس ده شلته مثلا بكود برضو شلته، البلو كولر won't be removed. يعني البلو كولر won't be removed علشان الدوم مش بيتعمل له ريفرش كله لما تشيل حاجات وتحط حاجات. ده ممكن بيحصل دلوقتي طبعا في عالم الرياكت واللي هي سنجل بيج ابلكيشن، بس في العادي مش هو ده البيهيفير. بس فمشاكل بقى فاهم. بيحاول طبعا ايه يثبت جدا قد ايه declarative language دي حاجه عظيمه جدا جدا فاهم. يعني انا متاكد الراجل ده انت ايه لو كلمته مثلا في نقاش عام بشكل عام انهي احسن declarative ولا imperative language، هتلاقيه بيقول لك declarative 10 out of 10 او 9 out of 10. هيقول لك في حالات كده احنا محتاجين ايه تحكم مانيوال علشان نعمل custom behaviors. ودي فلسفه، ناس فلسفتها في البرمجه كده. يقول لك ده يتيح فرصه اكبر للاوبتمايزيشن ويقلل الكومبلكسيتي من على الديفلوبر او على اليوزر. كل واحد يكلم التاني هو عايز ايه وخلاص، وده ياخدها ويكلم اللي تحته هو عايز ايه، لغايه ما نوصل بقى الانجن كده. عندنا بقى واحد بقى عظيم، ناس عظيمه اشتركوا وعملوا بقى ايه فاونديشن كده فاهم، خرسانه. دي بقى الامبيراتيف في الاخر خالص قبل ما يخش على البروسيسور فاهم. ف بس دي نقطه جميله جدا. وبعدين هنا برضو ايه يعني دي حته برضو جميله مش هنتكلم فيها كتير. بيتكلم لك على كونسبت اسمه ماب ريديوس. تمام. دي احنا ممكن برضو. ما هي ماب ريديوس جايه علشان تمثل ان هي imperative structure imperative addition to a declarative language. تمام. يعني احنا قلنا دلوقتي سيكوال هو imperative، بس انت في ساعات عايز تعمل حاجات declarative سوري، بس انت في ساعات عايز تعمل حاجات imperative. يعني انت خلاص قلت له نيتك، بس في نفس الوقت يعني انت هتروح للراجل مثلا بتاع فاهم بتاع الموبايل، فانت قلت له نيتك الموبايل بايظ وعايز مش عارف الدنيا تتصلح، خلاص انت ما تعرفش بقى هو يصلحها ازاي، بس في نفس الوقت انت في حاجه بقى معينه عايزها. هتقول له وهو بقى بعد ما يفتح الموبايل وهو بيصلح كده، انا كان السنه اللي فاتت كنت حاطط ستيكر بوكيمون بيكاتشو، فبعد اذنك شيله وحط اش مكانه. اديته حته بقى امبيراتيف قوي، قلت له تفاصيل التفاصيل يعمل ايه بالظبط، وحطها في نفس المكان، وهتلاقي على فوق شمالها في البانه. انا كنت حاططها كده علشان ايه كان لازم اخبيها من المدرس، شيلها وهاتها علشان عايز امضخها تاني. بص الانستراكشنز. فماب ريديوس هي نفس الفكره، هو بيدخل imperative structure in a declarative language. طب بيدخلها ازاي؟ بيدخلها عن طريق functions. ادفع حاجه في الكوبوس. بص دخلها ازاي، بص جميل ازاي. بص عظيم ازاي. ماب ريديوس لو واحد جاي لي من functional paradigm، دي مش هنخش في تفاصيلها يعني ايه، بس لو واحد جاي لي من functional paradigm فاهم جدا يعني ايه ماب ويعني ايه ريديوس. ماب دي بكلمات بسيطة ما هو إلا ترانسفورميشن من فورمات لفورمات. بص كلمة صعبة التنفيذ بتاعها أتفه ما يمكن. يعني لو أنا مثلا عندي ماب فانكشن بتماب، أنا هقول لها مثلا مابي لي أي رقم هديهولك اعملي لي عليه بلس 2. أي رقم اعملي لي عليه بلس 2. فأنا الفانكشن دي كل ما اديلها رقم هتعمل بلس 2 وترجعه لي، اديلها 1 ترجع لي 3، اديلها 7 ترجع لي 9 فاهم، اديلها زفت التين ترجع لي زفت التين بلس 2. تمام. دي الماب اللي هي بقى يعني اسمها داتا ترانسفورميشن. وبعدين خش لي بقى اللي بعدها ريديوس. بعد ما تعمل لي ماب هديك بقى فانكشن تانية تشتغل على الداتا اللي حصل لها ترانسفورم دي وتعمل بقى ايه اوبريشن.
تعمل اوبريشن، تشوف مثلا الاكبر من 5 وترجعهم، تجمعهم كلهم على بعض، تقسم كله على 2، تعمل فلتر، تعمل مش عارف ايه، ايا كان. ماب ريديوس. تمام. كلام جميل جدا. فهو هنا بيدخل، بص، دي بي اوبزرفيشنز، عشان نخش برضه في التفاصيل، بيدي فانكشنز، واحده اسمها ماب واحده اسمها ريديوس، وبيكتب طبعا الكويري ايه بشكل معين، يعني شويه بقى زي ما تقول ايه اجريمنتس كده اتفقوها مع بعض. الباشا الكويري اوبتمايزر والباشا اليوزر لغه اتفقوا عليها يكتبوها لبعض علشان يتيحوا الخاصيه بتاعت ماب ريديوس دي. بس فخاصيه عظيمه جدا طبعا. هو بقى ايه بيشرحها هنا بتعملها ازاي ومش عارف ايه بيشرحها على حيوانات طبعا. احنا طبعا يعني ايه، اعزكم الله، يعني احنا طبعا احسن من الحيوانات بكتير. آه، يعني على الاقل احنا بنعرف مثلا ايه، فاهم، بنعرف نستغل بعض بذكاء من غير ما التاني يحس. يعني آه، تمام. حلو جدا. تمام. هو هنا بقى عمال ايه يغني بقى في الماب ريديوس. تمام. وبيقول لك ان الفانكشنز طبعا بيور فانكشنز، يعني سواء الماب او ريديوس هي بيور فانكشنز. يعني ايه بيور فانكشنز؟ طب بص، خليني اقولها بطريقه ايه. يعني تخيل انت عندك ماثيماتيكال فانكشن. ايه ايه يا عم اللي انت عايز تبسطها هتعقدها. آه، عندك يعني فاهم، y equal x دي فانكشن. لو انت هتعمل لها بلوت على الجراف y equal x هتلاقي لينير، فاهم. ما هو كل ما x بتزيد y بتزيد بنفس النتيجة. يعني لو الاكس بواحد الواي بواحد، لو الاكس باتنين الواي باتنين، فانت هتلاقي عندك خط كده لينير. تمام. دي الفانكشن دي y equal x دي بيور فانكشن. ليه؟ ليه؟ علشان كل التغيير اللي بيحصل فقط فيها. ايه ده؟ طب ما ده شيء بديهي جدا. يعني y equal x اكيد اي حاجة تحصل في x هتغير في واي فقط، مش هتغير بقى في اي حاجه تاني. يعني مش هتغير في زد، ما فيش زد اساسا، مفيش زد يعني. فهنا تسميها بيور فانكشن. طب امال في الكود بقى، في عالم الكود، لا، انت ممكن حاجه تغيرها في اكس تغير لك في زد. ازاي؟ مش احنا ساعات بيبقى عندنا فانكشنز، فانكشن كده جوه كلاس مثلا، الفانكشن دي بتغير في فاريبل بره الفانكشن. يعني في فاريبل في الكلاس اسمه احمد، فاهم، والفانكشن نفسها ما بتتعاملش مع احمد، بس جوه بقى الفانكشن في البادي، يعني الفانكشن نفسها قصدي البارامترز، وانت، او سوري الارجيومنتس، بيسموها الارجيومنتس. الارجيومنتس لو انت يعني ما فيهاش احمد، فانت ممكن تفترض هي مش لا، بس هي جواها بقى بتغير احمد، بتغير حاجه، فدي بيسموها impure function. ليه؟ عشان ليها سايد افكتس، يعني ليها افكتس انت مش سهل تعمل لها موديل. تمام. لكن البيور فانكشن سهل جدا تعمل لها موديل، y equal x، فاهم. يعني يعني ممكن اساسا يعني تشيل اساسا y equal x دي وتحط مكانها حاجه تانية. تمام، مش هنخش في التفاصيل دي. ف بس فهو بيقول لك لازم الماب والريديوس يكونوا بيور فانكشنز طبعا. وبيقول لك ان السيكوال نفسها ممكن تبقى اساسا بايب لاين اوف ماب ريديوس اوبريشنز، يعني يعني سيريس، يعني فاهم. بايب لاين دي اللي هو كانك في مصنع كده وعمال تحط ايه البتاع على الممشى، فاهم، كل الايه دي اتش ال باكيتس على الممشى. فهي، بس تخيل بقى ان هم كلهم متوصلين ببعض. فهو بيقول لك دي ممكن تعمل لها ان هي بايب لاين اوف ماب ريديوس اوبريشنز. ليه؟ علشان انت السيكوال بتاعك ما هو كله على بعضه كده، كله على بعضه. هو بيعمل ماتش لمثلا البرايمري كي، وبعد كده ممكن يعمل ماب، يجيب بقى ايه الفاليوز دي، يعمل لها ترانسفورميشن، فاهم، اجريجيشن ترانسفورم، وبعدها يعمل لها ريديوس، يعمل بقى سميشن بتاع. فممكن فعلا يحصل هذا الكلام. وتفاصيل والتفاصيل بقى كتيرة جدا. بيقول لك برضو ايه مونجو دي بي، يعني النون ريليشنال مودلز برضو بتدعم ال يعني لغة declarative، كل ده aggregation pipeline.
الاجريجيشن بايب لاين دي ما هو الامبلمنتيشن من الماب ريديوس في النون ريليشنال موديل. تمام. ويقول لك بقى السنتكس عامل ازاي. تفاصيل دي سهله جدا نعرفها من اي حد لما نكون محتاجين المعلومه دي. بس احنا هنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نتكلم ككونسبتس علشان الصوره الذهنيه عندنا تبقى اقوى فقط، يعني عشان نعرف نتخيل احسن من الاخر. تمام. بس احنا كده بقى يا باشا ايه، دخلنا في اخر حته من الفيديو. وريني بس كده في النوت عندي ايه. حلو جدا. احنا يعني دي مش هنتكلم برضو فيها كتير جدا، يعني جراف لايك داتا مودلز. يعني بص سريع بس كده، احنا ممكن ناخد ايه وما ناخدش ايه. تمام. مم. ايوه طبعا. مظبوط. سايفر طبعا. نخش بقى هنا في عالم ايه، اوينج كويريز. ايوه طبعا دي مقارنة حلوة. كارثة بقى نتكلم كوارث كوارث كوارث. سباركل. اوكي. باركي وبعد كده خلاص سمري. اوكي. طيب ماشي. طب انا هناخد بقى كده ايه. اوكي كده حلو. تمام. جراف لايك داتا مودلز. اول سؤال، الجراف ده ريليشنال ولا نون ريليشنال؟ نون ريليشنال. تمام. ليه نون ريليشنال؟ علشان ما فيهوش سكيما. لا يا راجل، اه والله. علشان ما فيهوش اللي هي الاوبتمايزيشن ميكانيزمز بتاعت الريليشن، ما فيهوش جوينز، فاهم؟ ما فيهوش حاجات زي كده. امال في ايه؟ في، هو نون ريليشنال صح، يعني زي ايه، زي نو سيكوال كده. امال في ايه؟ ليه عملوه؟ عملوه علشان يعوضوا نقطة ضعف الدوكيومنت موديل. طب هي نقطة ضعف الدوكيومنت موديل كانت ايه؟ كانت ان هو ما بيسبورتش الميني تو ميني ريليشن شيبس. مش سهل، ممكن تعملها في الكود زي ما قلنا بس مش سهل، مش نيتف، مش في الداتابيز نفسها. طب دي مشكلة كبيرة. اه. طب ما كنا نستخدم السيكوال، يعني لما يكون عندنا ميني تو ميني ريليشن شيبس، طب ما زفت التين ده نرميه على جنب ونستخدم سيكوال فيه ميني تو ميني وجوينز والكلام ده كله. كلام جميل. بس ده هيعمل لك مشكلة جامدة جدا في البرفورمانس. ليه؟ عشان انت كل مرة هتبقى محتاج اللي هي الداتا المعقدة دي اللي هي فيها ميني تو ميني دي، هتعمل مالتيبل جوين ستيتمنتس، وكل ده بيبقى فيه هاير ديسك سيكس. ديسك سيك ده اللي هو ايه، ال اي او اوبريشن. بتكلم الهارد ديسك وتقول له صبح داتا هات لي ده، وبعدين تروح راجع له تاني صبح داتا هات لي ده. كل ده بياخد وقت، مش حلو. ايه ده؟ انت محسسني ان الجراف موديل ده جاي يحقق الاحلام. يعني ده بيعوض عيوب السيكوال وبيعوض عيوب النو سيكوال. ده شبه حقيقي يا راجل. طب ده كده هنستخدمه في كل حاجة؟ لا. حلو جدا. كده احنا وصلنا لنقطة حلوة. الجراف موديل بيبدع في ايه؟ بيبدع بيبدع في اليوز كيس لما الداتا تكون انتر كونكتد. لما الداتا تكون ايه، انتر، ثانية واحدة، انتر كونكتد. الداتا تكون انتر كونكتد. طب والسيكوال بيبدع في ايه؟ بيبدع لما
تكون اليوز كيس بتاعتك انت عايز تعمل بيزنس بروسيسنج للداتا. يعني ايه؟ السيكوال اساسا اخترعوه لما اتكلمنا في الستينات او يعني في اوائل السبعينات. كانت بنى علشان يتعامل مع ترانزاكشن داتا. قبل ما الريليشن، قبل ما سيكوال يعملوه، كانت الداتابيس بتاعتهم كده بيستخدموها فقط في البيزنسز، بيزنس بروسيسنج داتا. فلوس، باي سليب، تعاملات تجارية، مرتب الموظفين، مش عارف ايه، اجازاتهم، يقعدوا يحسبوا حسابات. الريليشنال بيبدع هنا ليه؟ علشان عنده اوت اوف ذا بوكس بيدعم حته فكره الايه، فكره الماب ريديوس، فكره الداتا ترانسفورميشن، فكره الاجريجيشن، فكره ان انت تحسب لي الصم وتحسب لي الافريج وتحسب لي الكاونت وتقسم ده على ده ومش عارف ايه وتطلع لي ايه ارقام. بيبدع هنا جدا. الجراف ما بيبدعش هنا ليه؟ علشان هو ما بيدعمش ده اوت اوف ذا بوكس، مفيش. يعني انت لو عايز تعمل الحوار اللي انت بتتكلم عليه ده، الحوار ده هتعمله في الكود. لو انت بتستخدم جراف هتروح رايح للجراف وتروح جايب الداتا بتاعتك وتتعامل معاها بقى في الكود. تمام. طب هو بيبدأ امتى بقى عالم الجراف ده؟ بيبدع في ان لما تكون الداتا متداخلة جدا في بعض ودايناميك. وهي دي كلمة السر. دايناميك يعني شكلها بيتغير، ملهاش شكل ثابت. والمصلحة هنا ان الجراف ما فيهوش سكيما. يعني ايه؟ يعني ما فيهوش enforcing mechanism. السيكوال عنده سكيما. فالسيكوال لو اديته داتا مش هو ما يعني مش مترسي عليها، اقسم بالله العظيم ثلاثة هيطلع لك كده كويري اوبتمايزر، هيقول لك مفيش، ما ينفعش. فانت ما ينفعش تستخدم السيكوال في بيئة، في ابلكيشن شكل الداتا بيتغير طول الوقت. كل شويه الداتا بتتغير، حاجات بتتشال، يعني عواميد بتتشال وعميد بتتحط، داتا بتتشال وداتا بتتحط، فورمات بيتغير، بدل ما بيبقى انتجر بيبقى دبل. ما ينفعش. هتفضل بقى تقعد تعمل مايجريشنز في مايجريشنز في مايجريشنز، هتموت. والمايجريشنز بتاخد وقت طويل جدا، فالسيستم بتاعك هيبقى داون، فده هيسمع على العميل، فالعميل هيسيبك، فالبيزنس هيخسر، فانت هتروح بيتكو، يعني فاهم؟ فمش فالجراف هنا بيتيح بقى اللي هي ايه، سكيماليس دايناميك داتا. حلو جدا. وفي نفس الوقت هو فكرته في صلبها ان الداتا لازم تكون انتر كونكتد، يعني لازم يكون في تدخلات كتيره في بعض. لو مفيش تدخلات فهو برضه هنا مش هيبدع خالص، يعني قواه الحقيقيه مش هتستغل خالص هنا. ده هنا احسن لك بقى تحطها في دوكيمنت موديل، ده احسن لك بمراحل. تمام. ده هو مخصص اساسا الدوكيمنت موديل للحالات دي اللي هي ايه، 1 تو ماني مثلا. لكن ماني تو ماني فانت كده على طول انتر كونكتد. فالجراف بيموديل الداتا ان كل نود، الناحية التانية النود دي بتبقى بيساويها رو صف. فاحنا لو هناخد اللغة بتاعت سيكوال ونستخدمها في الجراف فهنقول كالتالي، بس دي لغة مش مظبوطة، انا بس عشان اوصل الفكرة. كل صف ليه علاقة بصفوف تانية، مش بقى بتيبل تاني، لا بصفوف تانية. ممكن تكون الصفوف دي في نفس التيبل وممكن تكون في تيبل تاني. نرجع بقى للواقع، الجراف اساسا ما فيهوش تيبل، مفيش حاجة اسمها كده. هي كور نود، بس كل كورة هي اكنها رو، اكنها صف. يعني هي كل كورة فيها كل المعلومات المخصصة للكرة دي فقط، مش معلومات تانية. يعني فيها مثلا الاسم، السن، سنجل ولا مش سنجل، اسم العيلة، مش عارف ايه مش عارف ايه فقط بس. ودي بقى ليها علاقة بكرة تانية برضو، ليها اسم وليها سن وليها مش عارف إيه. ممكن يكون ابوه بقى، في الحالة دي ممكن يكون ابوه. فهو بيقول لك هو بيبدع جدا بقى الجراف في النستد داتا، داتا نستد، وبرضه ليها علاقة ببعض، يعني مفيش اي مشكلة. يعني تخيل عندك مثلا ايه مثلا نستد. يعني تخيل عندك العالم. ما هو العالم ما هو كرة أرضية، هو يعني فاهم. جوه بقى العالم ده في بلاد، جوه البلاد دي برضو في مجتمعات بقى،
اليمين اليسار. جوه اليمين في برضه اراء مختلفه، فاهم؟ وكل دول ليهم علاقه ببعض. يعني اليمين جواه نفسه، حزب اليمين جواه نفسه في برضه ممكن يكون احزاب مثلا صغيره او اراء، كل ثلاثه مع بعض، فاهم؟ والثلاثه يعني، وكل الجروبات الصغيره دي ليهم تاثير على بعض، ولكن الحزب ككل ليه تاثير على الاحزاب الاخرى، والاحزاب الاخرى ليها تاثير على حزب اليمين. فانت شايف الداتا هنا ايه؟ بص، انتر كونكتد. وبعدين اطلع اكبر هتلاقي البلد بتاثر، المانيا بتاثر في مصر، ومصر بتاثر في المانيا، ليهم علاقات مثلا مع بعض، ايا كان نوع العلاقات دي عامله ايه. بس الداتا هنا انتر كونكت. فانت يقول لك هنا ده مثل جميل جدا ممكن تستخدم فيه الجراف موديل. تمام. فاحنا زي ما قلنا الجراف هو بيتكون من نود نود known as nodes or entities، و edges اللي هي ايه relationship. من الاخر اللي احنا عارفينه من، فاهم، منذ قديم الازل، كور واللي ما بينهم اسهم، يا اما سهم رايح يمين يا اما سهم رايح شمال يا اما رايح في الاتجاهين. هو ده الجراف يا باشا، فاهم؟ وبيقول لك بقى الكلام اللي احنا قلناه بقى، فاهم؟ are not limited to the homogeneous data. An equally powerful use of graph is to provide a consistent way of storing completely different types of objects in a single data store. بالظبط، لو داتا بتتغير completely different types of object تقدر تحطها في نفس المكان عادي خالص. تمام. مزايا بقى الجراف، لو في واحد عبقري، بس دي صعبة قوي الصراحة، هيقول لي طب ما كان في موديل اسمه النتورك موديل. النتورك موديل ده كان برضو بيحاول يحل مشكلة اللي هي ميني تو ميني ريليشن شيبس في نون ريليشنال ستراكشرز، بس هو فشل فشل ذريع. علشان هذه النقطة، لو عايز تأكسس نود معينة في النتورك موديل ده، لو عايز تأكسس حاجة معينة لازم تمشي من الأول للآخر خالص. يعني لازم تمشي بقى من الأب للابن للابن للابن، كأنك في شجرة تاخدها من أولها لآخرها. فده كانت مشكلة في البرفورمانس. الجراف موديل بيتيح لك ان انت تخش على النود على طول، تخش على اللي انت عايزه على طول. ازاي؟ ان هو بيتيح لك فكره اللي هي ايه الاندكسنج دي، اللي هي البرايمري كي، بيتيح لك هذه الفكره تاني، بيرجعها تاني، فبتعرف على طول تاكسس الحاجه اللي انت عايزها. فدي عظيمه يعني. فيسبوك، حتى فيسبوك عنده سنجل جراف واحد فقط بيريبريزنت بيها كل حاجه في فيسبوك. بس جراف بقى عملاق ضخم مليار المليارات في كل فيسبوك، في البروفايل بتاعك، في كومنتاتك، في لايكاتك، كل ده على علاقات. كل لايك بتعمله بيطلع سهم منك للبوست اللي انت عملته لايك. آه... تمام. بس وانا بدي اكزامبل بقى، فاهم؟ لوسي مثلا، واحد اسمه لوسي من نيدياهو، واحد اسمه الاين من فرنسا. بس يقول لك بقى ده علاقته بايه، هو في انجلترا عايش، وانجلترا في اوروبا، فاهم؟ وفي انجلترا وفي فرنسا وفي برجندي وفي كوت ديفوار، فاهم؟ حاجات بقى هو عملها بقى كتير، فاهم؟ اتولد بقى هنا، راح هنا، سافر، مش عارف ايه، قصص كبيرة. بس هما الاتنين ليهم علاقة ببعض من الآخر، ان هما ايه، اتجوزوا. السهم ده اترسم أول ما اتجوزوا، غير كده هما ما كانوش ايه متوصلين ببعض، غير ان هما الاتنين عاشوا في لندن. ممكن يكون واحد بقى مخبر يقول لك اه هما عرفوا بعض في لندن، فاهم؟ مش شرط. هنا بقى بيتكلم بتفاصيل الجراف، ان هو في يونيك ايدنتيفاير، وبيبقى عنده ايدجز اللي هي الاسهم، يا اما رايحه يا اما داخله، يا اما اوت جوينج يا اما انكومينج، و a collection of properties اللي هي الصفات، اللي هو اسمه، عنوانه، واشياء من هذا القبيل. أه... فبيقول لك طب احنا ممكن على فكره نعمل يعني الكلام اللي انت بتقول عليه ده برضه في الريليشنال. اه ينفع. ما هو الريليشن برضه يعتبر فيه اسهم. ما هو الجوينتس دي ما هي اللي عباره عن ايه، عندك فورين كيو برايمري كيو بتعمل، ينفع. بس بيقول لك بقى لو انت عايز تعمل كده الموضوع هيبقى معقد اكتر بكتير، تبقى محتاج بقى تعمل اندكس على حاجات مختلفة، وهتبقى محتاج بقى تعمل قصة كده.
في الاخر الموضوع مش هيبقى جايب همه. آم، تمام، احنا في الاخر برضو هنبقى عايزين نعمل ملخص كده سريع، اللي هو ايه تستخدم مثلا ايه كل واحد امتى، عشان نبقى ايه يعني ما بنكروتش. وسايفر كويري لانجوج هي برضو ديكلاراتيف لانجوج بتاعت بقى ايه جراف داتابيز، بتستخدمها داتابيز اسمها نيو 4 جي، داتابيز قويه جدا استخدمناها في بروجكت فات، عظيمه عظيمه والله العظيم. وسايفر لغه جميله جدا، يعني حرفيا الجراف تحسه اصلا حلو قوي لعقل الانسان، عشان احنا عقلنا نفسه هو جراف، هي خطوط عصبيه متوصله ببعض، بتنقل فيها إشارات كهربائية بتمثل لنا الفكرة أو الفعل. آم، فالجراف هنا بقى لما إيه الواحد إيه يشتغل بيه شوية تحسه لا نيتف، هي نفس اللغة اللي احنا بنتكلمها. بس وانا بيديك بقى يقول لك السينتاكس بتاعه عامل ازاي، برضه مش هنخش تفاصيله، سهلة يعني، انت يعني سهل جدا تقراها لوحدك. واحنا قلنا ان هي declarative language، فطبعا بياخد مزايا كل ال declarative languages. وعنده بقى طبعا خصائص عظيمة جدا، يعني ممكن بيتيح لك ان انت ايه، يعني انت عندك نودز مختلفة متوصلين ببعض، تمام، اسهم، بيتيح لك ان انت تبدأ من نود معينة وتمشي يمين، يعني تمشي في كل الاسهم اللي طالعة من النود دي، اسهم اللي يمين، بس برضه ممكن تمشي شمال، تمشي في كل الاسهم اللي داخلة شمال ايا كان بقى النودز اللي الاسهم دي داخلة فيها، فاهم؟ ف في خصائص جميلة جدا يعني، وبيتيح لك بقى يوز كيسز وبرفورمانس رائع يعني. بس فبيقول لك طب ما انت ممكن برضو تعمل كده في سيكوال، وبرضو يبقى عندك كويريز، بس اللي هي بقى ايه سيكوال كويريز في سيكوال. اه the answer is yes ينفع but with some difficulty. In a relational database you usually know in advance which joins you need in your query. In a graph query, you may need to traverse a variable number of edges before you find the vertex you are looking for. That is, the number of joins is not fixed in advance. طبعا يعني انت في جراف داتابيز انت ممكن تبدا من حته معينه وتقول له دور لي بقى على اليمين كله على حاجه معينه، يعني انت ابدا من هنا ودور لي، يعني مثلا جوجل مابس، جوجل مابس انت ممكن تبدا مثلا من جوجل مابس، فاهم، في اللي هو ايه في مدينه نصر، وتقول له دور لي بقى، يعني خش يمين من مدينه نصر كده، خش يمين ودور لي بقى على مصر الجديده فين، فاهم؟ الجراف سهل جدا، هيفضل يخش اسهم يمين يمين لغايه ما يلاقي مصر الجديده ويروح يقول لك اهي، هيفضل يمشي في كل الطرق في نفس الوقت لغايه ما يلاقي مصر الجديده ويروح مرجع لك الطريق، يقول لك انت هتمشي كده وتعمل كده. لكن في السيكوال انت بتبقى محتاج تحدد له، تقول له اعمل لي جوين مع المدينه اللي جنبك، ودي هاتها لي واعملها لي جوين مع المدينه اللي جنبك، هتقعد بقى تحدد له كده يعني فيكسد نمبر اوف جوينز، مش دايناميك. ولو ان مؤخرا اللي هو سنه 2000 طلعوا بفكره اسمها اللي هي variable length traversal path، دي اللي بيسموها recursive common table expressions، اللي هي من الاخر بتتيح لك تقعد تعمل joins مثلا الى ما لا نهايه لغايه ما تلاقي الحاجه اللي انت عايزها. بس فانا بيديك بقى ايه الكويري اللي هو equivalent لده، فاهم؟ ده عشان تعمل حاجه نفس الحاجه دي لو هتعملها بقى في سيكوال، كل ده فاهم recursive بقى وقصه بقى ايه كبيره. تمام. مش هنخش في قصه التريبل ستورز والسباركل دي، مش مهمه يعني، احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا في ايه في الجراف، اتكلمنا ان انت عندك نود وعندك ايدج وعندك نود تانية، فانت الموديل هنا بتاعك بتاع الجراف نود ايدج نود،
الايدج ده باي دايركشنال، ممكن يبقى يمين وممكن يبقى شمال، وكل نود هي انتيتي. تمام. فانت عندك برضو نوع تاني من الجراف اسمه تريبل ستور، اللي هي بالظبط. ما احنا عندنا، ما هو تريبل يعني ثلاثة، فانت نود ايدج نود ده تريبل. فهو هنا بقى بيسميها في اللي هي سباركل دي، سبارك يو ال دي، هذا الفريم ورك يعني، او الانجن يعني. سبجكت بريديكت اوبجكت، نفس الكلام، نود ايدج نود، فاهم. جيم لايكس بانانز، فاهم. لايكس دي هنا ريليشن شيب عادي خالص. فبرضه مش هنخش في السنتكس عشان حقيقي مش مهم يعني. حتى هو بيقول لك it's quite repetitive to repeat the same subject. آه يعني حتى لو ما لهاش علاقة قوي. وبيقول لك بقى يعني كان في محاولة ان هم يعملوا representation للإنترنت كله عن طريق الايه، عن طريق الريبريزنتيشن ده، اللي هو subject verb object. اللي هو مثلا فاهم كل ويب سايت يقول اللينكات المختلفة اللي هو بيحتويها. مثلا صفحتك مثلا البروفايل بيج بتاعتك على فيسبوك بتحتوي لينكات من يوتيوب، وبتحتوي لينكات مثلا من مش عارف مثلا جوجل مثلا، واشياء من هذا القبيل. فلو احنا هنعمل بقى موديل الانترنت بنفس الفكرة دي، فاحنا نجيب البروفايل بتاعك ونشوف اللينكات المختلفة اللي فيه، وتبقى اسهم على الانتيتيز دي. يعني البروفايل بتاعك هيبقى فيه سهم بيشاور على اليوتيوب، وفيه سهم بيشاور على جوجل. هم عايزين يعملوا كده بقى على الانترنت كله، على في جميع الصفح اللي موجوده على البيج. كانوا عايزين يعملوها، ده من فتره، في ريبريزنتيشن اسمه ار دي اف، ريسورس ديسكريبشن فريم ورك، بحيث ان هم يبقى عندهم زي ما تقول ايه بقى، حاجه مكتبه اسطوريه كده فيها كل النت انتو ا ويب اوف داتا. بس الفكره دي ما نجحتش قوي، علشان يعني قدروا يحققوا حاجات شبه كده من غير التعقيد بتاع الار دي اف ده. ولو ان يعني بيقول لك استخدام الار دي اف برضو يعني حلو جدا في كيسز معينه. والتيرتل لانجوج دي اللي هي التيرتل لانجوج شبه الاكس ام ال جدا، يعني هو using XML syntax بتعمل ده. تفاصيل مش محتاجين نخش فيها. وهنا بيتكلم يعني ان ايه، ان البريديكت اللي هي الريليشن شيب في الار دي اف بتبقى دايما يو ار اي، فاهم، اللي هو كانه يو ار ال. هم استخدموه ليه؟ استخدموه علشان يسيميوليت او ييميوليت نيم سبيسز. عشان لو انت عندك relationships ليهم نفس الاسم، مثلا زي lives in محمد lives in كايرو، وعندك مثلا نفس relationship دي هي بالظبط بس في حتة تانية، ما يتعارضوش مع بعض. فاليو ار اي هنا بيسيميوليت نيم سبيس علشان يافويد داتا دوبليكيشن يعني. آه، بس انا بالنسبه لي المهم هنا، بالنسبه لي ان احنا نعرف ايه فوائد وعيوب السيكوال، الدوكيومنت، والجراف داتابيزز. تمام. هنا بيقول لك هو الجراف داتابيزز كومبيرد تو ذا نتورك موديل، احنا قلناها، ودي مينلي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها يعني. وبرضه موضوع الاسكيما طبعا. والكويريز والامبيراتيف في النتورك موديل ده حاجه كارثه يعني، ده كان كارثه يعني، ده كان كل القرار اللي خدوها غلط والله العظيم. وبيبتدي يخش لك بقى فاونديشن داتا لوج، برضه هي جراف برضه، فاهم. بس دي حاجه بقى محدش بيستخدمها خالص، فهي دي مختلفه شويه عن الجراف، بس فيها برضه نفس فكره subject predicate object، بس محدش بيستخدمها. يعني لو حد انترستد فعلا بص على سايفر ونيو 4 جي، ده عظيم يعني، ده مفيد يعني، ده بيستخدموه في البيزنس كده. تمام، حلو جدا. فعايزين في عجاله كده مزايا وعيوب السيكوال، مزايا وعيوب النو سيكوال، مزايا وعيوب الجراف.
نو سيكوال اللي هي دوكيمنت يعني. طيب، مزايا السيكوال ان هي optimized for business processing. اي داتا عايز تعملها بروسيسنج قبل ما ترجع لك، خد لك سيكوال. مش you won't go wrong يعني. تمام. فليه؟ علشان انت اللغه بتاعته الديكلاراتيف دي بتتيح لك ان انت اوريدي تعمل اوبريشنز في الكويري، تقول له اجريجيت، جمع، نقص، احسب، اعمل بلس، زود، مش عارف ايه، ورجع لي بقى النتيجه. تمام. دي حلوه جدا. تاني حاجه هي حلوه فيها الميني تو ميني ريليشن شيبس، بتتيح لك تعمل ده. ولو ان احنا شفنا برضو لو العمليه وسعت قوي برضو ده ممكن يسبب مشاكل. تمام. فتالت حاجه هو بيبدع في داتا انت عايزها تكون كونسترينت، انت عايز تحجمها، علشان هو out of the box SQL بيوفر سكيما. تمام. حلو جدا. طب عيوبه ايه السيكوال؟ ميزه عنده، ميزه هي عيب اللي هي السكيما. برضه في حالات كتير بتبقى انت مش عايز سكيما، ليه؟ علشان الداتا بتاعتك دايناميك، الداتا بتتغير كتير، فالسكيما هنا هتحجمك. دي مشكله. تاني مشكله هاي سوري لو، او مش لو يعني، ما عندوش هاي رايت ثروبوت. ليه؟ علشان هو عنده ميكانيزمز كتيره جدا محتاج يتشكها ويعملها قبل ما يكتب الداتا. محتاج يتشيك الجوينتس، محتاج يتشيك الاندكسنج، محتاج يقعد يخش بقى في تري ستراكشرز ويطلع منها، يخش في تري ستراكشرز ويطلع منها. عنده ميتا داتا، داتا كده على جنب بيستخدمها علشان برضو ايه، ياكسس اسرع. كل ده بياخد وقت. فلو انت شغال في ابلكيشن هاي رايت ثروبوت، الناس بتكتب بسرعه رهيبه جدا، بيجي لك 15000 ريكوست رايت في الثانيه، فاهم؟ الناس بتعمل تغييرات، ده هنا هيبقى مشكله، هيسبب لك مشكله، مشكله في البرفورمانس، هياخد وقت. تمام. أم... طب ايه مزايا الدوكيومنت موديل؟ مزايا ان هو اول حاجه ما عندوش سكيما، فانت لو عندك دايناميك داتا فهو هنا بيرفكت كانديديت. عنده هاي رايس ثروبوت، تكتب بسرعه. ما عندوش فكره البرايمري كي والجوينتس وميتا داتا بالهبل وبتاع، لا يا باشا، هو بيكتب يا باشا، بيثق فيك، فما بياخدش وقت يتشيك الجوريزمز. تعرف تعمل له سكيل ضخم يعني، كده كده الريليشن برضه تعرف تعمل له سكيل، بس ده تعرف تعمل له سكيل اكبر. ليه؟ علشان الدوكيومنت نفسه ده سيلف هوستد، يعني الدوكيومنت نفسه ممكن ما يكونش ليه علاقة بدوكيومنت تاني، عكس الريليشنال اللي معظم الأحيان كل تيبل فيه بيبقى ليه علاقة بتيبل تاني. فأنت لو هتسكيل بشكل ضخم ممكن يبقى في داتا في حتة وداتا في حتة تانية خالص، بلد تانية خالص، فده هياخد وقت عشان يجيب الداتا من هنا لهنا وإيه، ويجمعهم ببعض. تمام. طيب، ايه عيوب الدوكيومنت؟ عيوب الدوكيومنت ان هو ما عندوش فكرة الجوين، وبرضه ما عندوش فكرة السكيما. ساعات انت بتبقى محتاج برضه تنفورس السكيما، بس هو بيعوضها فكرة الجوين والسكيما بقى في الكود. بيسموها في السكيما بيسموها سكيما اون ريد وجوين اون ريد. طب سكيما اون ريد وجوين اون ريد دول هتعملهم ازاي؟ سكيما اون ريد دي هتعملها ان انت الابلكيشن كود بتاعك نفسه فيه كلاسز، والكلاسز فيها فيلدز، والفيلدز دي هي الداتا اللي في الداتابيز بتخش فيها، فانت الفيلدز لازم يكون ليها نفس الاسامي. فانت كده يعتبر اكنك عندك سكيما بس في الكود، عشان لو في كولوم اتغير في الداتا في الداتابيز في النو سيكوال،
وما اتغيرش في الكود، الابلكيشن نفسه هيكراش، عشان هيبقى بيحاول يدور على اسم فيلد مش موجود في الكود. فانت كده عملت انفورسنج للسكيما. والجوين نفس الكلام هتعمله في الكود. هيجي لك الدوكيومنت، هتبص جواه، هتلاقي فيه كيز بيسموها دوكيومنت ريفرنس اللي هو فورين كي. هتروح رايح تاني للداتابيز جايب الدوكيومنت التاني وتجوزهم ببعض في الكود. تمام. طب الجراف بيبدع في ايه؟ بيبدع برضو زي الدوكيمنت موديل في الهايلي دايناميك سكيماس. الداتا نفسها بتتغير. بيبدع في الهاي رايت ثروبوت، تكتب بسرعة، مفيهوش سكيما، مفيش وقت كتير بيضيعه ان هو يقعد يعمل تشيكس كده ايه كتيرة. تمام. بيتيح لك الميني تو ميني ريليشن شيب، ودي كانت على فكرة عيب في الدوكيمنت موديل، كان لازم نقوله ان الدوكيمنت موديل حلو في الوان تو ميني ريليشن شيبس داتا، بس مش حلو في الانتر كونكتد ميني تو ميني، مش حلو، عشان ده هيجبرك ان انت تقعد تعمل في الكود بقى جوينز كتيره. ده هياخد وقت في الكود، كل شويه تروح الداتابيز وتجيبها، تروح للداتابيز وترجع، كل ده وقت. لكن الجراف لا يا باشا، ميني تو ميني زي الفل، وهعملها في الداتابيز، مش محتاج تعملها في الكود. كلام جميل، كلام جميل. آم، عيوبه ان هو ما عندوش فكره الاجريجيشن بيزد ابروتش. يعني لو انت في عمليات حسابيه او عمليات تجاريه عايز تعملها، الجراف ما يعني ما بيسبورتش ده، مش هو ده اليوز كيس اللي هو صمم ليها. عكس السيكوال، هو صمم اساسا للحاجات دي. اللانجوج نفسها، الكويري لانجوج نفسها بتتيح لك تعمل عمليات حسابيه. آه، وطبعا ما بيبقاش حلو خالص الجراف في ان انت عندك داتا ما فيهاش بقى علاقه ببعض. يعني هو بيبدع ان انت الداتا انتر كونكتد، شبكه، الشبكه العنكبوتيه. لو هتقطع بقى العنكبوت وهتسيب ايه، رجله كده من غير راس لوحدها، فهو هنا مش احسن حاجه. يعني هيخدمك بس انت كده هتبقى بتستخدم الداتابيز الغلط لليوز كيس بتاعتك. بس آه، ده ملخص هذا الشابتر. يعني واتمنى ما اكونش كروت قوي، انا عارف ان انا في حاجات عديتها بسرعه، بس ده يعني لظني ان هي مش اكتر حاجه مهمه يعني. ولو في اي فيدباك من اي حد، لو في حد يعني بيتفرج يقول لي، وانا عينيا الاتنين ليه. شكرا جزيلا.